عليكم ورحمة الله وبركاته. المجموعة لا كالعادة ما يقد يقعد قدام الكاميرا ولا ورا الميكروفون، ما هم الأولياء الأذكياء في كل وقت وفي كل حين. وطلع لكم بهذه القصيدة العصمامية الولي الصالح ومحرر فلسطين في ثانية وحده، والشاعر الجاري ببلجيكا على مرشح الرئاسيات فخامة الرئيس محمد ولي الشيخ القزواني. راجي من عند ربنا تنال إعجابكم أنتم وهم لولي توصلوا مولي هو، وهي في نفس الوقت فتوى ملزمة. قلت: آخر العلاج الكي وقد بلغ السيل الزبا وغزة تصرخ وتسترجي. آخر العلاج الكي وقد بلغ السيل الزبا وغزة تصرخ وتسترجي. ولا بد لها من فتوى تلزم الأمة لتنهض لها لتجاهد. وجلد الذات صفة الإيمان العظيم الأعظم، والفرقة أساس كل فشل، والتفرقة أم الهزائم. والأمم علينا تكالبت واتحدت، ولا بد من اتحاد ند لهم وتوافق. والشرع يقول أن الفرقة والخلاف ليست من العقل ولا من التعقل، وأن الصلاة لا تجب إلا لمن له عقل ودراية وتفطن. والكل بات يدرك أن أمة اليوم ليست ملزمة بها فلا تعاندي، وأن الحل في تعليق العمل بالصلاة والصيام وكل العبادات لتتحد، وتلتطي على العلماء والفقهاء والحكام وأهل الرأي والمشورة والمفكرين والتجاهد. فإن كانت علينا واجبة فادخلوا للغزة قنينة ماء وحبة دواء واحتفلي. وإن كانت عنا ساقطة فلا بد من خليفة وخلافة تدخل الماء للغزة والدواء والنصر والعزة وتكبري. فخامة مرشحنا الرئيس قزواني لهذه الفتوى مقتنع ولغزة ناصر فاستبشري. فقد جاءك النصر على يد ولي صالح فقيه مجتهد خيري. والأمة باتت لها خلافة وخليفة وتصلي في القدس بالإسراء، وقد أتى بها البراق فاصعدي أصعدي. والسلام عليكم ورحمة الله.